اهلا ومرحبا بكم متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتاع الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نوجد معكم واحد الكسوه سهله بزاف وبسيطه وانيقه في نفس الوقت. هنا هاد الثوب عندي ثوب سخون شويه، يعني ثوب غليظ ماشي ثوب، المهم ثوب ديال البرد. هنا عندي 2 متر ونص. كيف ما راكم تشوفوا يعني غادي نطوي القياس اللي باش نخرج الكمام، غادي نحيدهم هما الاولين، واللي بقى هو اللي غادي نخليه يعني نفصل به. هنا كيف ما تشوفون التركيز باغاه صغير شويه، يعني حيت واحد 26 سنتيم، يعني مطويه على جوج على حسب التركيز ديالنا. هنا كيف ما راكم تشوفون بعد ما قطعت الثوب، الثوب اللي بقى ليا يعني بحال لي تقريبا نص متر اللي يمشي في الكمام ويبقاو 2 متر. يعني الثوب اللي بقى لي غادي نحاول نطويه يعني على 4 كيف ما راكم تشوفوا. بالنسبه لهاد الثوب اللي خديت انا يعني زوقته كي بحال سواء خدمناه بالتيكيز او لا خدمناه بالطول ديالته اللي تخدم فيه، يعني كي بحال. هنا كيف ما راكم تشوفوا خديت 40 سنتيم زائد جوج ديال الخياطه 42 سنتيم. هذيك هي ديال القطعه اللي غادي تكون عندي الفوق، وغادي نكمل الطوله ديالي زائد الخياطه هي اللي غادي يعني الخياطه غنحسبوا الخياطه ديال القطعه وديال لوغلي وديال اللي غادي تمشي لينا في الكتاف. تقريبا غادي نخليو الطول ديال الثوب كامل. هنا داك 40 سنتيم راني قطعتها يعني زائد جوج ديال الخياطه. هذيك ديك الطرف ديال الصايه التحتاني غادي نخليوه كله على حسب هو اللي غادي يكون فيه البليات، يعني غادي نجمعوه هكا كيبقى كيف ما راه هو، وغادي نجمعوه بالبليات. بالنسبه للصدر يعني هنا كيف ما راكم تشوفوا راه خليت واحد 12 سنتيم او لا 10 سنتيم، المهم القياس شحال بغيتو. انا هنا تقريبا خليت 12 سنتيم كما راكم تشوفوا، وحطيت الخلف يعني باش نبداو الاخر هذاك حيت باش يجي الكسوه بحال لي كروازي شويه. هنا غادي نحط الكتاف ديالي وغادي نميلهم بواحد 3 ديال السنتيم زائد واحد ديال الخياطه بطبيعه الحال ديال الكتاف، ماشي ديال 3 سنتيم، يعني عندي 20 غنحط 21. هنا غادي نهبط بالطول ديال العرض، الطول ديال الصدر، وغادي منه غادي نخرج به عليه الربع. بالنسبه كيف ما راكم تشوفوا التركيز جاتني 25 26، يعني هي هذيك باش ما يجيش التركيز هكذا كبير بزاف. بالنسبه للكساوي يبغيو التركيز يكون مجموع، ودير الدوره ديال التركيز. عندي هنا في الربع مثلا عندنا 30، حطيت 28 ديال الايفازي، يعني نقصت 2 سنتيم. ضروري ما نقصوا 2 سنتيم ديال الايفازي. المهم هذا هو الطريقه الاولى ديالنا. بالنسبه للكول درت 7 كول عادي، وغادي نهبطوا بداك الجوج. بالنسبه لداك الجوج غادي نخرجوا بها حتى للامام، يعني ماشي غير حدها الخلف، وانما غادي نخرجوا بها حتى للامام. غنديروا تقطيعه واحده يعني فيها الامام والخلف. صافي حنا حيدنا داك الثوب، غادي نحيدوا الخلف. وبالنسبه للكول ديالنا هنا كيف ما راكم تشوفوه هبط بواحد 6 سنتيم او لا 5 سنتيم، وجبتها دوره كيف ما راكم تشوفوا في الصوره. المهم الخدمه تجيب بحال لي دوره وتهبط نيشان باش يجينا داك الكول يجينا داير كيف ما راكم تشوفوا. المهم نتمنى الله الشرح يكون واضح، يعني راه الصوره مبينه كل شيء، يعني هو سهل بزاف وبسيط وفي نفس الوقت الكسوه تجي زوينه بزاف. هنا كيف ما راكم تشوفون بعد ما غادي نقطع داك الكول ديالنا. هذاك الكول ضروري ما خاصنا شي طرف اخر باش نديروا ليه الدبلور ديالو، يعني خصو يكون مضوبل باش تجينا باش يمين نطويوه على حساب القدام يجينا مفيني، يعني بطبيعه الحال غادي يكون في نفس اللون. او الا كان عندكم مثلا الثوب مزوق ممكن تدخلوا له شي لون اخر سامبل يكون في داك الدبلور، هو اللي غادي يبان لكم في داك الكول من بعد ما غادي تطويوه. هنا هو الشكل ديالو كيفاش يجي. عاد غادي يجي داك الكول دبل، كول صغير اللي يكون يعني بحال ديال القميجه. هذاك يعني تاني البقايا اللي غتبقى لي من الكمام هو اللي باش غنفصلها فيه. هنا يعني الثوب جا يعني حدو قدو كيف ما راكم تشوفوا، قليل بزاف. المهم الثوب داكشي اللي شاط لي كيف ما تشوفوا على حساب الدبلور غادي نحط وغادي نقطع الدبلور يكون واصل لحد التركيز، حيت الا ما كانش واصل حد التركيز ما غاديش تلقاو فين تفينيو. المهم الحمد لله هنا الثوب قدني كيف ما راكم تشوفوا. صافي تراسيت عليه، ومطابعه الحال الثوب راه عندي على جوج، يعني حيت عندي جوج ربوعه ديال الامام. غادي نقطع هذا الدبلور ديال الامام، ومن بعد غادي نشوفوا دابا الاخر ديال الكمام والبقايا ديال الكمام هما اللي غادي نقطعوا بها هذاك الدبلور اللي غادي نحتاجو، اللي غادي يفيني لينا الكول من الخلف ومن القدام في نفس الوقت. المهم دابا من بعد ما سالينا بالتقطاع غادي نشوفوا الكمام. بالنسبه للثوب حتى هو يعني ديال الكمام يكون مطوي على 4، يعني
راه الطوي ديالته راه باين. الثوب عندنا الحمد لله يعني هذا ما نحتاجوش نصلحوه، هو اصلا رطب. غادي ناخذوا الطوله ديال الكم زائد واحد 4 سنتيم ولا 6 سنتيم ديال لاستيك، على حسب لاستيك اللي غادي ديروا نتوما، واش رقيق ولا غليظ. انا هنايا زدت غير 5 سنتيم ديال الطوله، يعني لاستيك غادي يكون ما طويل ما عرض ما رقيق. هنا كما راكم تشوفوا التركيز، يعني تراصيتو درت النص ديالو وعاود جبت داك الدوره على حسب النص، باش ما يجيناش مع الثوب غليظ، باش ما يجيناش مخنشش تحت اليدين. هنا راس الكم يعني خليت تقريبا الكم ديال العرض ديال الثوب تقريب كامل، باش نجمعهم بلاستيك يعطينا داك الفخفخه ديال اللاستيك، يعطينا الكم يكون عريض وفي نفس الوقت يجينا زوين مع لاستيك، يعني ما يجيش ضيق. الا كان الكم يعني ضيق ودرنا لاستيك ما راهش يبان داك التكرش تاع لاستيك. المهم هذه هي الكسوه ديالنا. دابا داكشي اللي بقى لينا هو اللي غادي نقطعوا به الكل. بالنسبه للكل ممكن تتساليو بالخياطه، يعني تفينوا الكل عاد تعبروه. انا هنا داكشي اللي بقى ليا في الثوب غادي نخليه. المهم غالبا خاص يكون عندكم يعني ما يكونش قل من 25، الكل ديالنا يعني ما يكونش قل من 25. هنا جاني حدو قدو حيت ديك 23 هي اللي غالبا تكون في الكل. بالنسبه للعرض شحال ما بغيتو ديال الكل، شحال ما بغيتو عريض هو يكون حد 15 سنتيم، ولكن انا هنا الثوب ما بقاليش درت غير 10 سنتيم. هذيك العشرة اصلا غادي يجي صغير ويجي مزيان، ما يجيش كبير بزاف. المهم نقطعو مستطيل عادي كما راكم تشوفوا. المهم في الطريقه ديال الخياطه ديالته غادي يبان لكم صراحه هاد الكسوه سهله بزاف وبسيطه. بالنسبه اللي بغى لها الحزام ممكن يدير لها الحزام. انا هنا اصلا ما بقاليش الثوب باش ندير الحزام، هذاك الشيء علاش ما درت لهاش الحزام. المهم خليكم تنشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالها. هذه هي الكسوه ديالنا. حنا هنا من بعد ما
يعني ساليناها بالخياطه. بالنسبه للمسلوح انا ما ديتهاش المصبانه، صلحتها غير في الدار، ولكن ضروري ما غادي نديها بالمصبانه حيت ما تصلحتش ليا مزيان. المهم هنا كيف ما راكم تشوفوا هذاك هو الستيك اللي درنا في الكمام. الكول ديالها كيفاش راه يجي صراحه الله تجي في اللبسه زوينه بزاف، واخا الماركه يعني ما جاتش قدا حيت راني شاداها بواحد الفيلي الملور، يعني ما عطاش التصوير ديالها، يعني ما عطاش حقها في التصوير. المهم نتمنى الله تنال الاعجاب ديالكم. هذه هي الكسوه ديالنا ديال هذا النهار، يعني سخونه. نتمنى الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس الجداد اللي يلا دخلوا نقول لهم مرحبا بكم داركم. تشرفت بكم وشكرا على المشاهده ديالكم. ما تنسوناش من واحد التعليق، واحد البصمه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.